اسمع. والله تبارك يا عبد الرحيم، دي كتلك في قدومك يا اخي، اسكت الموت دقيقة. ده نحن جايين للموت ذاته، جايين للموت ذاته. الموت ده انت قايل نخاف منه ليه؟ هو طيب الموت ما جاكم في بارا ما انتظرتم معكم؟ اصمت عليك طيب الله، اسمع اصمت. كلامي انت. طيب قبل بس اليوم دقيقة، اسمع بس يا اديني شكري. دقيقة نسمع. يا اخي اديني دقيقة اسمع صوت الجن ده، خليك زول محترم شوية. سلام يا اخي، جندي ب 56 ده شلت معاكم في عربية مشفشفة. انت هسه طيب قلت لي نحن مارقين للموت. طيب الموت ده لما جاكم في بارا ومسيالة وجبرة الشيخ مالكم ما ركزتوا له؟ طيب اسمع كلامي. الحرب سؤال. لما اقول لك. ما تقول لي كروا فر لي شنو؟ ما انتوا جايين الفرار لشنو؟ لا انت ما قلت خلاص جايين. اسمع. اسمع الحرب دقيقة ده لما نكون احنا دقيقة طردناكم من شوف القيادة. دقيقة، انتوا قلتوا جايين للموت، الموت تلقاكم في بارا جريتوا منه. كيف دي؟ حلوة كيف؟ قلت لي كروا وفر، قلنا لك ماشي. لا لا، ما طيب هو دقيقة. اصلا شوف اسمع. نحن لما نتكلم بالمنطق ما نتكلم بانه جروتي قول لي ليه. منطق. الحرب ده اسمه كر وفر. لما سموه كر وفر انت ممكن تنسحب انسحاب تكتيكي، تقدر موقف القوة. عرفت؟ طيب في حاجة اسمها طيب تقديرات بتاعت ميدان. طيب عرفت؟ طيب. ايوه عشان كده الحرب ده لازم اقول لك انا طيب انسحب ثم زول. تاني. طيب دقيقة، ده اها اسألك اتفضل. سؤال. اتفضل. انتوا قلت الحرب كر وفر صح؟ امم معلش، تفر من الصالحة، تفر من السوق العربي نمشيها عليك، تفر من بري نمشيها عليك، لكن تفر من الجزيرة، وتفر من سنجة، ومن سنار، وتفر من جبل أولياء، ومن الخرطوم، ومن بارة، ومن جبرة الشيخ، ومن مسيالة. ده ما فرار، ده فرار طيب بالموتر، طيب طيب فرار طيب ما في بالطيارة مشكله مثلا. كلام. طيب انا اتفق معك في ذلك. لكن انا برضو طيب اجي اقول لك انت طردتك من الفرقه بتاعت نياله، من الجنينه، من كاس، من زالنجي، من الفاشر، من يا بابا نوصه. حبيبنا، يا الان حبيبنا، انا يا مباغتك قريب. حبيبنا، انت الان في كنت في قاعد في كردفان. موقع طيب القيادة، الزمن ده انت انت قاعد في وين؟ انت كانوا الزمن ده ما في. انت قاعد لي في القصر الجمهوري، انت يا خلى كنت القصر قبل الجمهوري. كده انت برضه ما قاعد كان في فرق عسكريه وانا شلتها منك. انت قنقر عرفت محاصرني، القنقر. انت محاصرني انا في القيادة العامة، محاصرني في القيادة العامة، لا الفرق دي وماسك ما الجيلي، بتمثل. يعني ماسك البترول بتاع الجيلي ده كله في الزيت خليته. بس انت الان قاعد لي في خلا جنبك يا اخي جندي. انا اقعد في خلا بقعد. ما هو عسكري، العسكري تقعد في خلا ما تقعد في خلا كيف؟ عرفت؟ انت الفرق اللي خليتها دي انا ما لا نازع، يعني انت فرق. قايدك منو؟ كيف قايدك منو؟ قايدك الاساسي انه المباشر. انا تابع للقائد محمد حمدان دقل مباشر. طيب مؤهلاته شنو يبقى قايد؟ كيف مؤهلاتي شنو؟ ايوه شوف انا مؤهلاته داير شنو؟ اقول لك حاجه. هسه شوف كان شوف قلت لي القيد. اسمع، كان قلت دقيقة هسه كان قلت لي تقايدك منو؟ يقول لك عبد الفتاح البرهان مؤهلاته شنو؟ خريج الكلية الحربية بمرتبات كذا 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 طيب كذا. انت طيب خلاص زول طيب مؤهلاته شنو؟ نتفق. طيب طيب يا شكري. نحن بعيدا عن الحياه المثل انت بتتكلم عنها دي. نحن كلنا في النهايه ابناء السودان. ايوه يا وانت شيخنا بتتكلم. ما تتهرب، دقيقه بس ما تتهرب، اسمع كده ما دقيقه بس. تتهرب، ما يا تتهرب، دقيقة مش أنا أتهرب. ما داير أنا أرجع لك. أنا داير أرجع لك. أنا داير ما أرجع لك تتهرب. بكلامك إنه أنت قلت عبد الفتاح البرهان ده عنده كلية حربية. طيب ضابط في الجيش، كلية حربية. طيب ما أختلف معك. وقلت القائد محمد حمدان دقلو ما عنده كلية حربية. يعني أنت الآن بتتكلم إنه بتقول الرجل ده رجل ما متعلم، رجل ما كان خش كلية حربية. طيب عبد الفتاح البرهان احترف بذلك إنه هو رجل كلية حربية. ماذا قدم عبد الفتاح البرهان والضباط بتاع الكلية الحربية للدولة السودانية وللجيش السوداني يا أخي؟ احنا لازم نكون منطقين. تفضل. يعني ده سؤالك؟ هاي ما خلاص. ما نحن برضو نجي انه دول ناس متعلمين وده ما متعلم. طيب المتعلم بتاع الكلية الحربية ماذا أضاف للدولة السودانية؟ طيب تمام، كلام جميل. عبد الفتاح البرهان قائد القوات م? المسلحة على القائد العام باعتباره رئيس مجلس السيادة. يكفينا بس انه قدم الحماية الان وحرر منكم الخرطوم، دي براه كفاية. والان لا جاري لا لا تحرير اسمع. دارفور. دقيقة انت طيب ما اسمع. تصبر لي، اصبر لي. الان جاري تحرير دي شنو؟ دارفور منكم. انا بدي اسالك سؤال. انت اول حاجة محمد حمدان ده كان نائب للبرهان، كان نائب. والله الزول ده كان القروش اللي عنده ما عند زول ذاته، يسرق من جبل عامر ويسرق من الدولة ويسرق من وين. عمل لكم شنو؟ قدم لكم شنو التاسي؟ عمل لكم شنو طيب حميد؟ طيب شكرا يا انتوا شكري. قدم لكم شنو؟ طيب أنا بنتكلم باسم الشعب وليس مصلحة شخصية أنا بدخل. لا 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 مصلحة القائد شخصية. بعين للقلابة
لا التعبانين، فتح شنو؟ الناس دقيقة دقيقة المحتاجين. دقيقة اسمع، انا داير اقول لك حاجه يا دقيقة لا شكري. دقيقة، أعمل لك ميوت، أنا أعمل لك ميوت، كلامك كثير وبنزلك إذا استمر. شوف، أول شيء قلت لي الغلابة يا ابن آدم. عبد الرحيم عنده أكثر من 16 بيت في كافوري، عنده أكثر من 10 بيوت في جبرة. ده عبد الرحيم براو، ده غير إخوانه اللي عاملين شركات في الإمارات هناك، ناس القوني وناس جمعة. انت مسكين، انت هسي مرمي في خلا جنبك جندي بيقص يدقك بدرجة يدقك بلمبة ينتهي منك. انت هسي مسكين، يتكلموا باسمكم يسرقوا باسمكم انتوا، وجاي تقول لي قدم لك شنو؟ انت يا ابن ادم اولاد اولاد حميدتي واولاد اولاده واولاد اولاده واحفاده قاعدين برا عايشين في امريكا وفي الامارات ومبارين الشركات، امورهم طيبه، ساكنين كافور وجبره. انت يا مسكين قاعد لك تحت شجره حاير بك الدليل، ما عارف سارع عليك بمعزف ولا قاعد. يا ابني ادم عليك، انتوا ناس ضعبانين سايا، انتوا مساكين ياكلوا بيسمكم انتوا. القروش اللي كانت عند حميدتي دي لو كان فعلا بيداري يرفعها لدول يرفعكم انتوا في نيالا في دارفور، كان خلى بيوتكم ذاتها انترلوك. خليك من الزلط اسود، بيوتكم كان خلاها انترلوك. لكن مباري لي عبد الرحيم طاحونه، تكته مرقه ببرا، سروال تحت، بنطلون كاكي، سفنجه مقطوعه، شعر منشنش، خدت لي فريق بيجاي وعقيد بيجاي. عبد الرحيم طاحونه ده كان رغيب، رغيب، كان رغيب. فكوا بيني بلا كده بقى فريق اول. كيف دي؟ انا ماني عارفه. عندكم انتوا معجزه الهيه. العسكريه بنعرف انه الرغيب، بعديها رغيب اول، بعديها صول، بعديها ملازم. لا لا، عبد الرحيم ما كان حكمه الله، معجزه ربانيه. خليك عبد الرحيم ده بالرغيب 4 شرايط لقى فريق اول. لا، والغايد الثاني لقوات الدعم السريع بيتكلم باسمك انت. انت كان خريج جامعه بيتكلم باسمك، كان راعي ساي ما متعلم برضه بيتكلم باسمك. مساكين. قال أنا كنت من ال10 المكتوبين في المجلس العسكري وشطبته اسمي بيدي. عندي حبوبتي كانت بتسمع الخطاب ده في الرادي، قلت لي والله يا ولدي الحمد لله ما قال من ال10 المبشرين بالجنة. ده حسيتوا عليك الله، أهلكم ده الجد كان ماهرية، كان مع حميدة، كان مع ناصر، كان غيره، كان غيره. ما لقيتوا غير عبد الرحيم ده يمثلكم. ما سمعت الزعيم موسى خلال قال عنه شنو؟ قال ده الديك يكسر العدة. مع احترامنا للديك، والله انا عندي ديك اسمه ميكو، الساعة 1 صباح. فيا ابني ادم ما تتكلم زي تاسي طيب جنبك جندي بتقرصك لك عقرب بتموت زي طيب الدماغ طيب ده. طيب طيب يا شكري، طيب انت قلت كلامك الكثير ده كله. طيب نحن اذا ما نهرب من الحقيقه، دائما الحقيقه هي قاسيه وحاره، لكن نحن دايرين الحقيقه دي هي اللي بتبني الدوله. المجامله والكذب والغش ما حيبني دوله. طيب نحن الجيش ده من ما قمنا لقينا الجيش كاسم جيش سوداني، لكن ماذا اضاف لنا الجيش السوداني ده؟ يا اخي انت مسكين، اسمه الجيش السوداني يضيف لك شنو غير الحماية؟ اسمه الجيش السوداني ده ما حكومة. الجيش ده حد يحمي لك الحدود ويحميك انت في البلد، وان جات حرب من الخارج يحميك، ان جيت مرض من الداخل يحميك. دي وظيفة الجيش، ما يقدم لك. انت الجيش داير يبني لك مدرسة، ولا الجيش داير مثلا اسمه من كان رئيس مجلس وزراء هتكلم كده. لكن ما تقول لي الجيش قدم، مما قمنا لقينا الجيش السوداني قدم لنا شنو؟ انت ما بدل الطيارة في راسك ده. انت جيش ما حكومة. وش شابك ليه الجيش قدم لك شنو؟ خليك في جندبك ده، خليك مع الجندب. ولما بعدين نجي نبي لكم الجندب ده حنرجعه الصالح، لانه تابع لدولة 56. شابك دولة 56؟ انت حميت ده الولد منه؟ ما ولد البشير. حميت ده ولد منو؟ ولد البشير.